بعدما ظن الجميع أن منتخب فرنسا أمام طريق مفتوح للنهائي، جاء العكس وأطاح به منتخب الدنمارك في نهائي قبل الأوان، ليسقط بذلك لاعبي الدنمارك عصفورين بحجر واحد: التأهل للنهائي والطار من أصحاب التاج العالمي. ليسكت الفيكينغ صياح الديك ويخرجهم من حسابات التنافس على اللقب العالمي بعدما فاز عليهم بفارق إصابة واحدة في مباراة سيطر عليها الدنمارك منذ بدايتها، وهذا رغم عودة التريكولور في كل مرة. لتواجه الدنمارك منتخب إسبانيا، هذا الأخير عرف كيف يسير لقاءه مع المانشافت منذ البداية، وتمكن من تعميق الفارق في العشر دقائق الأخيرة، خاصة في ظل العقم الهجومي للألمان زائد تألق حارس إسبانيا ليدو الذي صد عدة كرات حاسمة سمحت لمروضي التيران من إيقاف محركات الماكينات الألمانية ويفوز عليهم بفارق 5 إصابات. لنشهد نهائي قوي سيبحث فيه الفيكينغ عن تحقيق التاج العالمي بعدما حرموا منه في الطبعة السابقة، فهل سيكون للدنمارك ذلك أم أن للماتادور الإسباني رأي آخر؟